أوه. بسم الله. السلام عليكم. آه مش عارف اتكلم عن ايه. آه مش عارف بصراحة يعني. عاوز ابدأ فيديوهات يوتيوب من زمان عموما. ويعني لما قررت ابدأ ب ايه اكتر حاجة ما كانتش بتخليني ابدأ اساسا يعني، الا وهي خوف. ليه بنخاف عموما؟ اول حاجه الكلام ده، انا راجل مش بنصح ولا راجل بقدم معلومات ولا كده. ده راجل، انا يوسف بيقدم، يوسف بيفكر يوسف، يعني فاهم؟ يوسف انا بكلم يوسف يعني، لا اكتر ولا اقل. فبس ندخل في الموضوع على طول. ليه بنخاف؟ بصراحه ما لقيتش مبرر ليه انا خايف ان انا اطلع اعمل فيديو اقول فيه اي كلام عن الخوف وانزله. بس قشطه يعني. قلت يعني هتكلم عن الموضوع، فجت في دماغي دلوقتي فكره ان الخوف اساسا حاجه من زمان. يعني الخوف حاجه فينا من ايام الانسان اللي كان بيصطاد حيوانات في الغابه وكده. وهو يعني الخوف اتورث لنا يعني. يعني المشاعر عموما هي مشاعر متوارثه يعني. ف فبس فحتى مع وجود امن وامان وكده، دلوقتي ما فيش حد فينا بيروح الغابه يصطاد مثلا، او او مثلا محتاج يصارع دب ولا حاجه عشان هو كان طالع يصطاد حاجه مثلا وقابله دب مفترس مثلا. فاهم الفكره؟ انا حاليا بهزي بس فاهم الفكره. ف فبس ف تمام. طب زمان كان في حاجات كتير بتحسسنا بالخطر فبنخاف منها. يعني مثلا زمان كان البني ادم بيخاف يعمل حاجه ما ترضيش، او حاجه غير، يعني حاجه ايه، حاجه مش مقبوله بين القبيله بتاعته مثلا. فينفوه مثلا، يرموه في اي غابه ولا يرموه في اي صحراء ولا كده، فيموت من الجوع مثلا، او هيصطاد لوحده او كده. فيعني فاهم الفكره يوسف فاهم الفكره عموما يعني. اتمنى اللي مش يوسف يكون فاهم الفكره. بس فيعني انا اسقطت ده شويه عليا اني طالما يوسف خايف، يوسف بيبص ان هو انا لو عملت فيديو نزلته على اليوتيوب انا بتحتف كتير، بقف كتير في الكلام، بفكر كتير قبل ما اتكلم، فالناس مش هتبقى حابه، في ناس كتير هترفض ده، في ناس كتير مش هيعجبها الكلام. ثم اللي يرفض يا اسطى. انا يعني بجد اللي يرفض عادي يعني. محدش مهتم عموما، محدش مهتم بالشكل اللي في دماغك. بصراحة اللي فهمته او اللي عرفته مع الوقت ان الخوف في حد ذاته مش غلط يعني. الخوف بيكون احنا عندنا حاجات اسمها مشاعر، نجيبها بالترتيب. عندنا حاجات اسمها احتياجات، وعندنا حاجات اسمها مشاعر، وعندنا حاجات اسمها افكار. لما نيجي لنقطة المشاعر اللي بنتكلم عليها النهاردة، هتلاحظ انها ما هي الا انذار لان في احتياج مش موجود. فانت خايف ان انت تعمل فيديو ما يعجبش الناس. طب فانت هنا فقدت احتياجك لانك تكون مقبول وسط الناس. فاهمني؟ زمان لما البني ادم كان بيفقد احتياج القبول، كان بيحس ان هو هيموت، لان هو كان بيتنفي وبيترمي يعني بره القبيله بتاعته وكده. فده بيخليه يعني ايه، بيعرضه للخطر. لكن دلوقتي ما فيش خطر يعني. فلما انزل وحد يشوف العبث اللي انا بقوله ده دلوقتي، مش هموت يعني ولا حاجه. بس فاللي هو
فالخوف مش هشيل الحته دي لو الصوت طالع في الخلفيه عموما يعني. فالخوف هو انذار لشعور. الخوف هو انذار لاحتياج احنا محتاجينه، تمام؟ بس فتشوه المفهوم بتاع الخوف عندنا. يعني زمان كان الخوف هو انذار حقيقي، دلوقتي الخوف مش انذار حقيقي، تمام؟ وده يخلينا نيجي لنقطة ازاي نتعامل مع الخوف اساسا. الخوف في حد ذاته دايما تلاقي الناس وانت بتقلب في ريلز الانستجرام تلاقي الناس اكسر خوفك، واجه خوفك، موت خوفك، الكلام ده كله. بصراحة الخوف في حد ذاته هو المشاعر عموما هي طاقات، يعني هي طاقة. فالخوف هي حاجة من الطاقات الكونتراكتيف. في طاقة تحركك وفي طاقة تشلك. في طاقات تحركك زي طاقة الغضب مثلا. طاقة الغضب هي طاقة عالية عنيفة تحركك تحمسك. دايما تلاقي الفيديوهات التحفيزية بتلعب على نقطة طاقة الغضب، ان هو بيخليك تغضب ان انت فاشل مثلا، يعني مثلا فتبدأ ايه تتحرك عشان تشتغل. بس مشكلة طاقة زي الغضب انها طاقة قصيرة المدى او قصيرة، يعني اللي هو هي هتحركك اول تلت ساعة نص ساعة، بعدين هتلاقي نفسك طب انا غضبان ليه اساسا، انا متضايق ليه اساسا، مفيش مبرر. الخوف بقى عكس الغضب، هو طاقة كونتراكتيف، طاقة تشلك، مش هتخليك تتحرك. فان انت تحاول تواجهها هتشلك اكتر. فالخوف يحتاج منك مواجهة، مواجهة زائد تعامل. يعني ايه هي المواجهة؟ هتخليني اتغلب على الخوف. هو ده كويس. هو في كلا الحالات المواجهة احسن من ان انت تفضل مشلول في مكانك. لكن الخوف بيحتاج تعامل. طيب يا يوسف انت بتقول الخوف بيحتاج تعامل، هنتعامل مع الخوف ازاي؟ يعني انت هتتعامل مع الخوف ده ازاي؟ يعني قول لنا يلا، يا اللي فهمان يا اللي مفيش منك اتنين، ازاي هنتعامل مع الخوف؟ هقول لك والله، بص، الخوف هو طاقة بتشلك، بس الخوف لما تمسكه يصغر. دي حتة يعني دي نقطة كانت محورية بالنسبة لي في تعاملي مع الحياة عموما الفترة الأخيرة. إن أنا لما بدأت أفهم الخوف، بدأت أفهم إنه في الأول كنت بواجهه، اللي هو أنا هعمل وخلاص حتى لو خايف. ده في كلا الحالات إن أنت تواجه مش غلط، إن أنت تواجه أحسن من إن أنت تفضل مشلول في كلا الحالات يعني. بس اكتشفت إن الحاجات اللي بتريح كتير إن أنت تتعامل مع الخوف، مش تواجهه مواجهة حاجة يعني كأنه حاجة سوليد كده تدخل معاه على طول وجها لوجه، هيمسكك يكسرك على طول. يعني بنتعامل معاه ازاي؟ الخوف اول ما تمسكه يصغر. الخوف ده شعور بيولد فكرة، كل اللي عليك ان انت تمسك الفكرة اللي في دماغك، اللي هي يعني المشاعر والافكار، هي حاجات هي عبارة عن دائرة مفرغة، تمام؟ الشعور موجود، فدماغك تطلع فكرة تثبت وجود الشعور ده، فالشعور يزيد، فدماغك تطلع فكرة أكتر، فالشعور يزيد، فدماغك تطلع فكرة أكتر، وهكذا. على كده الشعور عموما بيبقى موجود في الجسم، خوفك بيبقى موجود في جسمك، في عضلات معينة بتبقى منقبضة بشكل ما متحسس، هي دي اللي انت بتوصل من خلالها للشعور، بتكون مش مرتاح. دايما لما واحد مثلا يكون خايف أو واحد، هتلاقي معظم الناس مش بتعرف تلقط الشعور نفسه. هيقولك ايه؟ أنا مش مرتاح، انا متضايق. طب انت متضايق من ايه؟ مش عارف. هو جسمه عضلاته اللي من بره، اللي هي العضلات العاديه بتاعتنا، اللي في الايد، اللي في الكتف، اللي بتاعت الحياب الحاجز، الحاجات دي كلها منقبضه بشكل ما، مش مريحاه. من هنا بيتولد الشعور. الفكره هي الفكره اللي في دماغك اللي انت بتفكر فيها. الاندرال مثلا بيقطع الوصله ما بين الدماغ والجسم، الفكرة تفضل موجودة في الدماغ بس ما تنزلش، تأثيرها يعني ما ينزلش للجسم. فايه؟
فجسمك بيكون مرتاح، هو مش متاثر بالافكار، فمفيش مشاعر جايه. انت لو هو يوسف، انا بتكلم على يوسف يعني، بتخاف، يبقى في شعور بيعبر عن الخوف ده. فلما تمسك الشعور ده تسأل نفسك ليه؟ انت ليه خايف؟ تلاقي نفسك مفيش سبب مقنع ان انت تخاف يعني. تمام. يوسف خايف ليه ينزل فيديوهات مثلا؟ يوسف معاه كاميرا كويسة، يوسف معاه مكان يصور فيه عادي، في عنده اماكن كتير يصور فيها. يوسف عنده كلام يقوله عادي يعني، مش كلام اللي هو كلام هينقذ العالم ولا حاجة، بس افكار يقولها، يفكر نفسه بيها. ليه خايف؟ يوسف خايف ان فلان يشوفه فيقول بص ده يوسف بيعمل فيديوهات، ده بص ده يوسف ده اللي انا بشوفه بيعمل فيديوهات، ده يوسف ده كرنج. طب ما في داهية الناس يا عم، في داهية حلوة، في داهية الناس، مش مهم يعني، فاهم؟ فهتلاقي ان مفيش سبب يعني انت خايف ان فلان يقول عليك انك بتعمل. يعني انت لما تكبر وتروح تشتغل، تكبر دي اللي هتكبر كام سنة يعني، تروح تشتغل في مكان ما، تبقى خايف تشتغل وتغلط فالناس تقول عليك، هتمسك الفكرة اللي بتوديك للشعور، هتلاقي الخوف يصغر. يعني انا خايف ليه؟ هتلاقي شعورك ده خوف بدأ ينزل. من هنا بعد ما تمسك دايركتلي تشرح في انك تبدأ تواجه بقى. يعني انا خايف اذاكر ليه؟ عشان كذا كذا. طب هل ده طبيعي؟ يعني هل ده اللي انت خايف تذاكر عشان الامتحان ممكن يجي صعب فده بيعطلك عن المذاكرة؟ خلاص انا مسكت هنا ان الفكرة ملهاش اي 30 لازمة، ان انا كل اللي في دماغي ده ما هو الا ديلوجن او اللي هو وهم يعني. هبدأ اذاكر، مش هفكر، هبدأ اذاكر. لو وقفت الخوف زي ما قلنا، تمسكه يصغر، تسيبه موجود يكبر على طول. فانت خلاص مسكته وصغرته وحجمته، ابدأ اشتغل، هيصغر اكتر. هتستنى ومش هتشتغل، هيكبر اكتر. زي ما انا عملت كده، انا جيت من الكلية دلوقتي قلت والله يا يوسف انت خايف ليه تعمل فيديوهات؟ لقيت ان مفيش سبب مقنع غير ان في كام شخص انا مش عايزهم يشوفوا فيديوهاتي، عشان بشكل ما هم يتنمروا عليا، او التنمر بيبقى متبادل يعني، انا بتنمر عليهم هم بيتنمروا عليا يعني. في ناس تاني مثلا يعني، في اشخاص معينين انا مش عايزهم يشوفوا، ناس قرايبي مثلا، اسماء معينه معايا في الكليه ما اعرفهاش بشكل ما. فبعدين قلت طب ما برجوله طب ما تغور الناس دي في داهيه يعني، ما تروح الناس في داهيه يا عم يعني، طالما انت بتعمل اللي يريحك، مش بتأذي حد، مش بتتنفس من الاكسجين بتاع حد ولا حاجه، فاهم؟ انت عايش في الكوكب، معاك موبايلك بتصور، معاك كتبك بتذاكر، خلاص عادي يعني، فاهم؟ بس يعني مش عارف يعني، انا ممتن ان انا بعمل الفيديو ده. ما عنديش كلام تاني اقوله يعني بصراحه.